قصة النهاردة حقيقية وحصلت في محافظة كفر الشيخ، في قرية من القرى اللي هناك. قصة أغرب من الخيال، هنتابعها النهاردة علشان نتعلم منها وناخد منها عبرة. قصة بتحكي عن نيرة اللي حبت أخو جوزها، وعلشان خاطر توصله عملت كل حاجة ممكن تتعمل. تابعوا معايا قصة النهاردة، وياريت قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك دعما للفيديو واشتراك في القناة. بتبتدي الحكاية لما نيرة بتتجوز نادر. نيرة كانت بنت حلوة وعندها 25 سنة، وجوزها حصلت له مشكلة كبيرة بعد ما كانوا عايشين مع بعض نوعا ما كويسين. أهل جوزها عندهم عربية بتشيل سمك، وهي عايشة معاه، والمفروض إن هما مستورين الحال، بس هما بيحبوا يشتغلوا بدراعهم. نيرة ونادر حصلت لهم مشكلة، وبسببها نادر دخل السجن. دخول نادر السجن ده غير حاجات كتيرة مع صاحبتنا نيرة، واللي حصل لها بعد ما دخل السجن خلاها تتحول، ما تعرفش هي أصلا كانت بتحب أخو جوزها ولا لأ. بعد ما نادر دخل السجن بتهمة سلاح أو مخدرات، الله أعلم، نيرة لقت نفسها عايشة لوحدها، قاعدة في بيت ما بتعملش حاجة، عايشة حياتها كلها بايظة، معهاش راجل، معهاش سند، ومطلوب منها فلوس وحاجات علشان خاطر نادر في السجن. فأخو جوزها اللي هو ماهر عرض عليهم مساعدته، وكان دايما بيجيب لها حاجات، ويروح لها البيت ويزورها ويودها، ويعمل كل اللي هي محتاجاه، وبيقدم لها مساعدات من غير أي مقابل. بعد كده بدأ يروح لأخوه في السجن ويشوف طلباته، ولو هي عايزة حاجة تتواصل معاه على التليفون بتاعها. ما تعرفش في يوم من الأيام نيرة كانت تعبانة، وراح معاها مشوار خاص بيها، وبعدها نظراته ليها اتغيرت، وبدأ ما يبصلهاش إن هي مرات أخوه. شافها حلوة وصغيرة مهتمية بنفسها، وأخوه غايب عنها بقاله فترة وسايبها لوحدها، فعرض عليها إن هو يحل محل أخوه كمان في العلاقة الزوجية، ونيرة زي الهبلة وافقت. واضح إن هي كمان أعجبت بيه. بعد فترة، مع إن هما مع بعض، اكتشفت نيرة إن هي حامل. لقت نفسها في كارثة حرفيا. كلمت ماهر في التليفون: أيوة يا ماهر، الحقني، أنا لقيت نفسي حامل، هعمل إيه دلوقتي؟ وأخوك مش معايا، أخوك في السجن والناس كلها عارفة بده. المصيبة بقى إن هي لما جربت حتى تنزل الحمل، اللي هو نتيجة لسفاح، لأنه هو زنا محارم، ما قدرتش تنزل الجنين ده، وعملت كل حاجة، وهو ساعدها على قد ما يقدر، وراح مستشفيات، وقال لهم ان هي عندها ظروف ولازم تنزل الحمل ده لان هي جوزها لسه داخل السجن. لكن طبعا ما قالتش هو داخل السجن من امتى، وفكرت ان هي بكده هتقدر تخلي الدكتور او الدكتورة تعمل لها الاجهاض علشان يساعدوها. ولكن مفيش ولا دكتور ولا دكتورة وافقوا بده. كل الوصفات البلدي كمان نيرة جربتها، ولما ملقتش اي حل قررت الأستاذة إن هي تخلي الجنين لحد ما تولده، وبعد ما تولده تفكر إن هي تخلص منه إزاي. حاجة بصراحة أكتر من القذورة وأبشع من البشاعة، لأن الإنسان لما بيغلط المفروض بيفوق لنفسه عند أي حاجة تحصل له أو أزمة تقف قصاده، لكن دي مكملة وعادي جدا. المصيبة إن هي وماهر كملوا حياتهم مع بعض بعد الحمل ده عادي خالص، ولا كأن في حاجة حصلت. بعد فترة عادل جه خلاص ميعاد الولادة، راحت نيرة في المستشفى ووضعت حملها ده وادته لماهر، وما تعرفش لغاية دلوقتي ماهر عمل ايه في بنتها، قتلها ولا رماها قدام جامع. هو بيقول ان هو رماها قدام جامع، وكملوا حياتهم مع بعض ومبسوطين، وكل اللي هي عايزاه ماهر بيجيبهولها، مش مخليها عايزة حاجة. لكن هي طبعا في الفترة اللي كانت حامل فيها في ناس من الجيران شكوا، لأن دي واحدة بطنها مليانة وبتطلع وبتشتغل في السمك، فكان باين عليها طبعا إن هي حامل. ولكن الناس ما قدرتش تتكلم، والناس خلت الكلام ده في سرها،
لحد ما جه اليوم اللي نيرة طبعا ما كانتش مستنياه، وهو خروج جوزها من السجن. لما خرج نادر من السجن سمع طراطيش كلام في المنطقة كتير، إن أخوه كان بيتردد على نيرة كتير وهو مش موجود، وبدأ يسألها: ايه اللي بينك وبين أخويا يا نيرة؟ وهي تقول له: مفيش يا نادر، ده كان بيجيب لي الحاجات اللي انت بتحتاجها، وكان شايف طلباتي ومراعيني، وانت ما كنتش موجود. يعني هو غلطان اللي هو كان بيراعينا وانت مش موجود؟ وراح برضو لأخوه ماهر وسأله نفس السؤال: كنت مالك ومال مراتي يا ماهر وانا مش موجود؟ قال له: والله انا ما كنتش بشوفها خالص، وكنت بشوف بس طلباتها. هو خير تعمل شر تلقى؟ كل الناس سمعته ان انا بدخل عندها بس ما يعرفوش ان انا بعمل ايه جوه، وانا كنت بروح علشان خاطر اشوف طلباتها واجيب لها الحاجات والحاجة اللي انت كنت بتحتاجها، وشيلتك طول فترة سجنك دي. ولا انت نسيت؟ وفعلا هو زي ما تقول كده بلع الكلام أو عداه. لكن بعد فترة بدأ نادر يعاكس ماهر في حاجات كتير في شغله. يعني مثلا ماهر كان جايب حتة أرض، وبدأ نادر اللي هو يقطع عليه فيها ويهدده إن هو هياخدها كده فردة، يعني من غير أي ما يدفع فلوس ولا حاجة، وبوضع اليد، وهيكون شريك معاهم وبالعافية. الأرض دي بتاعته. بتاعت مين؟ بتاعت ماهر وأبوه. فماهر معجبوش الكلام ده، وبدأ يتعارك مع نادر، ونادر يقوله إن أنا هقتلك لو ما سبتليش الأرض دي. وبدأ يتعامل معاه وكأنه بيقوله: انت مش خدت مراتي واتمتعت بيها؟ سيبلي بقى حتة الأرض دي. وكان بيتعامل مع أخوه معاملة غريبة جدا، رغم ان ماهر فعلا كان بيجيب لنادر كل حاجة هو وهو موجود في السجن، وهو اللي كان شايف طلباته. بعد كده بدأ يبقى في مشاكل ما بين نيرة وماهر، خصوصا وهي بتغير عليه، خصوصا لما يجي يوم يقرر ان هو ياخد مرات اخوه التاني وهم طالعين بالسمك. وقتها نيرة بتغير جدا عليه وبتتضايق، فبدأوا يتعاركوا مع بعض لدرجة ان هو ضرب نيرة في مرة من المرات دي، وعملوا قعدة صلح ما بينهم وبين أخوه. وفعلا وتراضوا، لكن هما كانوا بيشوفوا بعض وما قدروش يمنعوا نفسهم عن كده. ونيرة حست ان هي خلاص بقت بتحب ماهر ومش عايزة نادر خالص، وكل همها ان هي ازاي تكمل حياتها مع ماهر. طلبت الطلاق منه وعرضت عليه ان هما ينفصلوا وكل واحد يروح لحاله. لكن كالعادة نادر مرضيش ورفض ان هو يعمل كده. هو وافق ان هو يتقرطس، لكن يطلق مراته اللي هو عارف وشاكك فيها موافقش ابدا. ومن هنا بدأت المشاكل بينهم وبين بعض، في ظل ان نيرة مش عايزة تسيب ماهر وماهر مش عايز يسيب نيرة. ففكروا هما الاتنين في فكرة علشان يخلصوا من نادر. نادر كان كل يوم يروح حتة الأرض اللي هو عايز ياخدها بوضع اليد دي اللي هي عند أخوه، وقرر إن هو في يوم من الأيام إن هما يخلصوا منه وهو في الأرض دي، وده المكان اللي هم قرروا إن هم ينهوا حياته فيه. واتفقوا مع بعض إن هي هتقوله على خط سير جوزها وكل تحركاته. بس اللي حصل في اليوم ده إن نادر لما جه يروح الأرض خد معاه نيرة، ونيرة لما راحت حاولت إن هي تعمل دوشة في المكان علشان هو ما يحسش بماهر لما يروح. راح ماهر عند نادر وسلم عليه، راح نادر متلامض معاه وشتم شتمتين وقال له: الله لا يسلمك، انت ايه اللي جابك عندي؟ غرفة داهية تاخدك. طبعا الموضوع ده زود العنف اكتر. عند ايه؟ عند ماهر اللي هو اصلا كان مرتب اموره ان هو هيخلص من اخوه، ومن ناحية تانية يخلص منه علشان يتجوز فيها بعد كده من نيرة، ومن ناحية تانية ان هو يعيش مع نيرة حتى لو مش هيتجوزها، مفيش مشكلة عندهم. ومن ناحية تالتة ان هو يخلص منه علشان المشاكل اللي هيعملوها مع بعض علشان حتة الارض دي. واضح كده ان نادر الله يرحمه ويسامحه يعني برضو ما كانش شخص سوي قوي يعني. فقرروا ان هما يخلصوا منه في اليوم ده بعد ما راح اشتغل في الارض بتاعته، وان هو ما يلفتش الانتباه او يلفت الانتباه ان هو شغال في ارضه ومش مبالي باي حاجة.
راح رايح عند اخوه نادر وهو قاعد مع نيرة، وكانوا قاعدين قدام حاجة اسمها ترعة، وراح جاي من وراه واداله على دماغه بالكوريك اللي في ايده، وتاني ضربة فيه بقالب طوب لحد ما هشم دماغه وخلاه يعني ميت تماما، واتأكد ان هو مات. راح واخد نيرة من ايديها وطلعوا يجروا وهربوا منه من ناحية الترعة، ورموا الحاجات اللي كانت معاهم اللي قتلوا بيها نادر في الترعة. كلمها في التليفون وقال لها روحي وطمنيني عليكي، بعد ما تروحي قوليلي حد شافك ولا لأ. روحت وهو روح عادي جدا، وراحوا ولا كأنهم عملوا أي حاجة. راح شغله تاني يوم عادي وبدأ يحمل الأنفار بتاعته السمك دي اللي هو بيعملها، والدنيا معاه عادي، وشاف شغله ولا كأنه ولا في أي حاجة. بعد كده جاله خبر ان اخوه اتضرب بالنار في ارضه، وراح زيه زي الناس ولقى المباحث مالية الدنيا هناك. المشكلة بقى ان نيرة غلطت اكتر من غلطة. الغلطة الاولى لما المباحث سألتها ان كانت اخر مرة شفتي جوزك امتى، قالت له طلع امبارح، وما قالتش ان هي مشيت معاه. الشهود كلهم كانوا شايفين نيرة وهي ماشية مع نادر ورايحين عند الارض، وعارفين ان هما بيقعدوا على الارض اخر النهار وبيفضلوا هناك لحد بالليل. دي أول غلطة. تاني غلطة هي إنها أكدت وقالت طبعا لما المباحث راحت هناك عرفت إن كان في طراطيش كلام إن نيرة دي كانت حامل وجوزها في السجن، وإنه ما يعرفوش مين أبو المولود ده وفين الجنين ده، لان زي ما قلت لكم بطنها كانت بتبقى باينه من ناحيه والتانية. هي ما قالتش ان هي حامل طبعا ولا ان هي ولدت للمباحث. المباحث عملت تحرياتها وقالت لها انت كنت حامل، قالت لا. حامل ازاي وجودي في السجن؟ راحوا المستشفى فعلا وقدروا يعرفوا ان هي ولدت هناك في المستشفى، وعرفوا ان هي فعلا تمت ولادة قيصرية ليها، وان هي انجبت طفلة وما يعرفوش الطفلة دي فين طبعا. لما المباحث ضغطت عليها طبعا هي اعترفت بكل شيء وقالت كل حاجة، بس ايه، هي اعترفت بجريمة الزنا لكن القتل لا. انا اقتل لا لكن اذني ده اللي هي قالته. قالت والله يا حضرة الضابط ما كنتش اعرف حاجة غير ان انا ما كنتش اعرف ان هو هيقتله ولا ان هو هيتربص له. انا غلطت معاه وفعلا كنت حامل، لكن معرفش اي حاجة عن موضوع القتل ده. وراح جاي ماهر هو كمان مع القضية وقال ان هي كانت حامل من واحد من اللي بيفرشوله في السمك مش منه، وان هو ساعتها لوجه الله علشان يستر على اخوه وهو في السجن ان هو ملوش علاقة بالموضوع الحمل ده. قال ان هو كان بيحبها بس في الاخر وما حصلش بينهم وما بين بعضهم اي حاجة. وبالنسبة لجريمة القتل فقال ان هي اللي خلتني اقتل اخويا، وان هو ما قتلش اخوه كده، ما كانش مرتب لها ان اخوه اللي غلط في الاول وكان هيهجم عليه بقالب طوب. فهو وقتها قتله، وان هي سخنته وفضل هو يقول ده هي اللي عملت، وفضلت هي تقول ده هو اللي عمل. في النهاية اللي حصل ان هما الاتنين اعترفوا ان هما الاتنين عملوا كده، والنهاردة طبعا قدام المحكمة واعترفوا بكل التفاصيل وتم الحكم عليهم بالإعدام. قصة خيانة زنا محارم حصلت يا جماعة في بلد أرياف في مصر، وخد بقى من ده كتير جدا. ما تفهمش بقى ان في تفكير كده بيجيلهم ان في حاجة عاقتني في الغلط ده، وان انا فوق لنفسي ان انا اتغير وان انا استغفر وان انا ابعد. لا لا لا، هم مكملين عادي جدا لحد ما وصل بيهم المطاف لحبل المشنقة، ولا هتقعد مع ماهر ولا هتقعد مع نادر. ودي كانت نهاية قصة بتاعة السمك النهاردة بتاعة كفر الشيخ، ان اتحكم عليها بالإعدام. ولسه من كام يوم، ربنا يهديهم يا رب ويهدي الناس جميعا. كانت قصة بصراحة بشعة جدا ومقرفة جدا ومقززة جدا جدا، وانا اسفة جدا ان انا جبت لكم القصة دي، ولكن هناخد منها حكمة وعبرة. وياريت تشاركوني برأيكم في التعليقات وتقولوا لنا انتم شايفين الموضوع ده ازاي، وايه رأيكم في الناس اللي بتعمل كده.